معلومات خطيرة جدا. المدخلية تجتاح الأنبار. المدخلية هي حركة متطرفة تكفيرية أنشأها ربيع المدخلي في المملكة العربية السعودية، والآن صار لها فترة تنتشر وتتمدد في داخل الأنبار. بدأت في القرمة ثم الفلوجة والآن تمددت نحو الرمادي. هاي الحركة تمتلك إمكانيات مادية هائلة جدا، أموال طائلة، مستعدة حتى تشتري مساجد بكاملها بمبانيها، مو بس تشتري ذمم شيوخ ووجهاء ورجال دين وغيرها، وتروج خطابها على المساجد علني الآن في الأنبار. هاي الحركة تكفيرية لكل الآخرين، يعني مو فقط تكفر الشيعة لأنه مذهب مختلف، بل تكفر حتى الفرق السنية الأخرى. لذلك هي الآن مو فقط تثير حفيظة المذاهب المختلفة، وإنما تثير حفيظة أبناء السنة نفسهم في المنطقة، لأنها تريد تمسخ هويتهم. السنة حنفيين وصوفيين معروفين في العراق، والآن هذه فكرها سلفي تكفيري. هاي الحركة في الأساس موجودة في دول عديدة بالعالم، وهي نهجها نهج داعش، نهج عمل مسلح، تقاتل في اليمن ضد الحوثيين، تقاتل في ليبيا، تقاتل في السودان، ولكن في العراق لحد الآن متخذة نهج سلمي على مود تحت شعار تمسكن لما تتمكن. هذا الخطر خطر كبير جدا. هذا الوجه الآخر لداعش، وأنا عبر المنصة أحذر من عنده الجهات الأمنية والأخوة السنة وكل من مهتم في مواجهة هذا الفكر المتطرف. احنا مو نخلص من داعش تجيبون آخرين. هذه طبعا مرتبطة رسميا بالنظام السعودي، هاي المدخلية، وتعتبر الوهابية الرسمية والسلفية الرسمية. يعني أنت تتبنى أجندات غربية، أجندات خارجية مدمرة وقاتلة، وتفتت الشعب العراقي وتنشر الفتن بين أبنائه. أقولها الآن: احذروا المدخلية، احذروا المدخلية، احذروا المدخلية قبل ما تتمكن ويوقع الفاس بالراس، ووقتها لن ينفع الندم. سلامتكم.